التلفزيون وعلى الأصحاب والأصدقاء، فما كنت حتى صلاة ما كنت أصلي مثلا، مجرد حياتي كلها التلفزيون والبرامج، هذه حياتي العادية. يعني حتى صلاة والله ما أصلي صلاة الخمس. فالقصة باختصار إنه خالتي أهدت أمي شريطين، شريط بعنوان واهتز العرش وشريط آخر. ف يعني في الإجازة الصيفية كنت بديت يعني كان عندي فراغ كبير جدا، وشفت برامج وشفت تلفزيون، خلاص يعني ما في وقت، يعني طفشت، شفت المسلسلات شفت الأفلام، أبغى أسوي حاجة مختلفة. شفت الأشرطة هذه، فشفت الشريط الأول واهتز العرش، ما لسه ما حرك فيه شيء عادي. في الشريط الثاني، الشريط الثاني بعنوان من الطارق، هذا حق الشيخ نوير العوضي حقك. أنا طبعا ما أسمع محاضرات ولا أسمع شيء، فشغلت الشريط، شغلت المسجل. من الطارق كان عن، أنت تفتكر يا شيخ أنه الموت، أنه ملك الموت يأتيك ولا يطرق الباب. الله المستعان. حركني، نفضني نفض، حسسني أني أنا عايش في عالم آخر. يعني الموت هذا ما كنت أفتكره ولا كنت أتفكر فيه ولا كنت حاطه في بالي أصلا. بكيت وتأثرت وتغيرت. مباشرة ذهبت إلى التسجيلات الإسلامية، قلت لهم يا أخي التشهير، قلت أبغى الشيخ هذا، أبغى الشيخ هذا تجيبوا لي أشرطته. قالوا هذا شيخ نبي عوضي، أعطوني كل الأشرطة. كم كان عمرك؟ كان عمري 15 سنة. هذا قبل 10 سنين من الآن أو 9 سنين من الآن. بس هذا يا شيخ يعني، أنا قلت هذا شيء أبغى أقوله أمامك، يعني أنت الله القبول. يعني كنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في خالتك اللي جزاها الله خير، في إني تغيرت. والله هي صح خالتي أهدت، لكن أيضا أقول لك أنت جزاك الله خير. الله أسأل الله القبول لنا ولك. يعني أنا حتى أقول سبحان الله، أنا يعني بعد ما دخلت مجال الدعوة إني أحب أنافس، يعني أحب يكون طموحي عالي. مثلا أشوف شيخ، أشوف داعية، أحب أنافس. بس أيضا أقول سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى كيف يوزع ما في عمل دعوي حسوي إلا لك أجره إن شاء الله. أسأل الله يتقبل منه ومنك. طيب شلون بدأت بالفكرة؟ هذه البداية. فأول ما يعني الواحد تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لازم الواحد خاص يفكر كيف يزيد حسناته. فأنا من الأشياء اللي اقتنعت فيها من البداية كيف أزيد حسناتي، وكيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أعوض النقص اللي عندي، لأنه عندي ذنوب كثيرة. اقتنعت مباشرة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صغري ومن وقتها وأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت أفضل وسيلة لتكثير الحسنات الدعوة إلى الله. طبعا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من دعا إلى الله. نعم. يعني أنا لما أسوي عمل معين، لما مثلا أعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة معينة، العبادة حتكون مختصرة على نفسي، أنا وتنتهي بانتهاء وقتها خلاص. أحسنت. لكن لما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أول شيء أنا في دعوتي هذه أنا أؤجر. ثاني حاجة أنا في دعوتي هذه أوصل الخير للناس. وهذا الرجل حيتعلم حاجة، ممكن عبادة معينة، الشيء معين يسويه، ويستمر الأجر ويستمر الأجر. طيب ما جاء في بالك أن الدعوة خاصة للعلماء والمشايخ وخريجين الشريعة؟ أنا وين الدعوة؟ ما جاء في بالك؟ يعني أنا وقتها لو نتكلم على أول كنت أنا متحمس للدعوة بشكل كبير، فكانوا يقولوا لي لساعك توك مثلا التزمت وتوك ويبغى لك طلب علم. بس هو الدعوة بمقدار، يعني أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالمقدار الذي تستطيع. ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني وقتها مثلا على أيام الشاب، هذا أي شاب في الثانوية أو أي شاب في الجامعة، أي واحد عندك أصدقائك، عندك أهلك، يعني مو لازم على طول وأنت من صغرك مثلا تبدأ تسوي فيديوهات، لا، يعني في مراحل، لكن على الأقل تبدأ بمن حولك. قبل ما نبدأ بالفكرة شلون بدأت انقدحت في ذهنك، لازم يعرف المشاهدون أن الأخ ماجد اليوم مقاطع في الفيديو يشاهدها الملايين، ما يشاهدها بالآلاف، لا، يشاهدها في الخليج العربي الملايين. هذا فقط عبر اليوتيوب، دعك من الوسائل والمواقع الأخرى. شنو فكرت بالدعوة؟ فكرت أكيد بطرق كثيرة، وشلون وصلت للفكرة اللي أنت وصلت لها ونجحت فيها؟ هو شوف، أنا رأيي، لأنه كثير ناس يسألوني يقولوا طيب أنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إيش أسوي؟ إيش الأفكار؟ الجواب إنه أنت ابدأ، أنت بادر. يعني أنا أفتكر كنت أذهب مثلا إلى أماكن تجمع بعض الشباب، أدعوهم، أنصحهم، أوزع أشرطة، كنت أشتري أشرطة بالكراتين أوزع، كنت مثلا في الإشارات، كنت مثلا أحاول أسوي برامج في المدرسة تبديل أشرطة إسلامية. مريت في المراحل هذه؟ مريت المراحل كلها. ألقي كلمات، أدعو جاليات، تفعل تسوي كذا إلين ما توصل مرحلة باب معين ينفتح لك انفتاح عجيب. وهذا اللي صار، اللي هو وهذه النصيحة ترى مهمة جدا، أن الواحد خلي يجرب كل طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لين يشوف الشيء اللي هو كل ميسر اللي ما خلق له. هذا مجالك، هني عاد يبدع فيها. أنا الحين خلنا نوصل لك على المشروع هذا. فأنا مع المحاولات الكثيرة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصيرنا ويتقبل اللي سويناه. مرات قلت طيب ليش ما أنزل فيديو على اليوتيوب؟ أسوي فيديو وأنزله على اليوتيوب.
انا عندي كاميرا صغيره جدا يا شيخ يعني. عفوا قبل كم سنه هالفكره طلعت؟ هذه قبل سنتين من الان. قبل سنتين من الان. طيب. فكاميرا صغيره جدا كذا حقت صور كمان وفيها فيديو والكواليتي ما هي عاليه جدا. فوالله حطيت الكاميرا كذا على طاوله الطعام في البيت وانا قعدت على الارض على ركبتي. وتكلمت يعني مقطع عن كيف الشخص اذا مثلا عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب، ثم عصى ثم تاب وتكرر هذا الشيء معه كثيرا كثيرا، ايش يسوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الشعب يسألوا يقولوا أنا أذنب وأعصي الله سبحانه وتعالى، بس بعدين أخشع وأتوب وأستغفر الله سبحانه وتعالى، بس يجيني بعدين يوم ضعف أذنب مرة ثانية، بعدين أتوب، بعدين أذنب، بعدين أتوب، إلين ما أحس إني وصلت لمرحلة إني منافق، إني قاعد أخدع الله سبحانه وتعالى. أحس إنه خلاص ما ينفع إني أرجع أتوب، لأني عارف إذا تبت حرجع أعيد نفس الذنب. لأنه هذه مشكلة يعني كثير يعاني منها وأنا أعاني منها. السؤال متكرر جدا. صحيح. فلا بد تطرح الشيء هذا، لابد تعلم، لأنه الناس كثيرة تركوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى خوفا من أنهم يكونوا عندهم رياء أو نفاق. كيف أتوب وأرجع؟ كيف أتوب وأرجع؟ عندهم الكلام هذا. طيب أول نقطة لازم أيضا نوقف عند واحدة. فكرت بما يحتاجه الناس. بما يحتاجه الناس. ما أتكلم بكلام الناس في وادي وأنا في وادي ثاني. وأيضا كمان في نقطة ثانية، أنا لما أتكلم أنا أوجه الكلام لنفسي دائما، هذه يعني هذا شيء مهم. يعني أنا أي كلام، أي نصيحة، أي فكر، أي فيديو أعتبر أنا أحتاجه والناس يحتاجوه، فأوجه الكلام لنفسي وللناس، فأنصح نفسي قبل ما أنصح الناس. هذه نقطة ثانية، فائدة ثانية جميلة جدا. لما تتكلم لا تتعالى على الناس، لا تقول أنت لما تعصي، قل لا، نحن لما نعصي، نحن لما نقع بالذنب، نحن وحقيقة احنا نعصي، احنا بشر في النهاية. يعني ليش الناس فقط تلوم نفسه واحنا ما نلوم انفسنا؟ جميل جدا، وجه الكلام لنفسك. طيب ثم بدأت حطيت على طاولة الطعام؟ حطيت طاولة الطعام وشغلت الكاميرا وتكلمت. طبعا الواحد ايش يسوي في هذه الحالة إذا رجع للذنوب مرة أخرى؟ الجواب باختصار: ولن يمل الله حتى تمله، فأنت تستمر في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ما استطعت. تكلمت كذا، بعد 4 دقائق من الكلام الكاميرا وقفت لأنه البطارية خلصت. إيه، هذه نقطة لازم نوقف عندها. البطارية تخلص والفقرة مالتنا أيضا تخلص. ايوه، فانتهت، يعني انتهى التصوير وانا لسه كنت ناوي اكمل، بس احنا ايضا وقفت الفقره طيب. عندنا. فاحنا مضطرين، ما راح نعطيكم النتيجه الحين، راح نقول لكم شنو صار، هل نجح في المره الاولى ولا ما نجح اخ ماجد؟ هل العقبات، وشنو العقبات اللي واجهتك؟ لما نعرف ايضا في عقبات واجهت الاخ ماجد في بدايه انطلاقه في هذا الباب، وشنو النجاحات اللي حققها؟ هذه كلها خلكم ويانا، لكن بعد الفاصل. والذنوب والمعاصي مهما